سيرجينو بيريرا جناح مهاري جدا وعنده تحكم في الكرة رهيب وجودة اتقان العرضيات عنده عالية ويقدر يلعب جناح يمين وجناح شمال. وكمان بيقدر يلعب كخط وسط مهاجم يعني بلاي ميكر كمان. واللاعب بيعتبر جوكر في التلت الامامي. صباح الخير او مساء الخير يا عرب على حسب التوقيت اللي انت بتتابعني فيه. هنتكلم النهارده عن سيرجيو بيريرا لاعب مرشح وبقوه للنادي الاهلي في انتدابه في الصفقات الجديده بتكليف من مارسيل كولر وشركه الكوره بالنادي الاهلي. لكن قبل اي حاجه حط لايك بصباعك الجميل عشان الفيديو يوصل للغلابه اللي شبهنا، ويلا بينا نبدا الفيديو لكن بعد الفاصل. سيرجينو بيريرا جناح مهاري جدا وعنده تحكم في الكرة رهيب وجودة اتقان العرضيات عنده عالية ويقدر يلعب جناح يمين وجناح شمال. وكمان بيقدر يلعب كخط وسط مهاجم يعني بلاي ميكر كمان. واللاعب بيعتبر جوكر في التلت الامامي، بيقدر يلعب برجلين الاتنين، القدم اليمنى هي الاساسيه والقدم العكسيه هي اليسرى. فتخيل يكون عندك ثلاث بروفايلات متنوعه جدا في ثلاث مراكز في الملعب اللي هو الجناح اليمين والجناح الشمال، وده اللي فيهم طبعا حسين الشحات وبيرسي تاو. ويكون عندك كمان في التلت الخلفي في نص الملعب مكان امام عاشور ومحمد مجدي قفشه، سيرجينهو تالتهم طبعا سيرجينو بيريرا. لاعب مميز جدا بجوكر يعتبر المنطقه الاماميه. فتخيل انت بقى ساعتها خط هجومك هيكون عامل ازاي، هيكون خط ناري باتم معنى الكلمه. سيرجينهو قيمته التسويقيه كبيره جدا وهي 970 الف دولار، وعمره 23 سنه، وناديه اتعاقد معاه مقابل 500 الف دولار، ومرتبه مع فريقه 150 الف دولار. هتقول لي طيب اكيد لو النادي هيبيعه مش هيبيعه بال 500 الف دولار اللي هو اتعاقد معاه بيهم، اكيد هيبيعه بضعف المبلغ. اقول لك اكيد طبعا، والمبلغ ممكن يوصل لمليون دولار، وقلت لك ده قيمته التسويقيه من شويه. ولكن النادي الاهلي ممكن يعمل ديل كويس جدا مع ناديه، وناديه الحالي هو اسمه فيبورج الدنماركي. وممكن تعمل ديل معاه كويس جدا وتجيبه اعاره بنيه الشراء، ويكون في الفتره ديت وهو معار من ناديه، يقدر ان انت مثلا لو حقق معاك دوري الابطال وحقق معاك طبعا مركز متقدم في الانتر كونتيننتال، وقدر ان هو يحقق مكاسب كبيره جدا، فاكيد طبعا هيكون في دخل كبير للنادي الاهلي. فساعتها سيرجينو بيريرا هيكون افضل خيار مناسب جدا للنادي الاهلي وتشكيله مارسيل كولر، وهيكون مكسب كبير جدا جدا. واكيد طبعا فيبورج الدنماركي لاعب سنه صغير زي دوت، فاكيد طبعا هيكونوا عايزين يكسبوا من وراه. فاتمنى ان اداره النادي الاهلي تسعى في التعاقد مع اللاعب دوت، لان انا شايف ان سنه صغير، ولا تقول لي بقى مصطفى سنجاريه ولا بتنجانيه. فاللاعب ده مميز جدا جدا، واتمنى ان النادي الاهلي وطبعا شركه الكوره او المسؤول عن التعاقدات اللي احنا لسه مش عارفينه هيكون مين مكان امير توفيق، فاتمنى ان هو يكون حاطط في عين الاعتبار اللاعب دوت، ويسعى يكون طبعا موجود في النادي الاهلي. سيرجينو بيريرا لاعب سنه صغير 23 سنه. هتقول لي طب احنا عندنا اللعيبه الاجانب ما بتتاقلمش، اقول لك اللاعب ده هو سنه 23 سنه قاعد في الدنمارك يعني واخد على الاغتراب. تقول لي طب التاقلم من حيث المجتمع والكلام دوت، وفي لعيبه كتير جدا جت هنا وفشلت، ومنها البرازيليين ومنها كتير جدا لعيبه جت واحترفت هنا وما ادتش. هقول لك بص الكينو، لان طبعا نفس البروفايل وهو سنه صغير احترف، واكيد طبعا اللاعب دوت 23 سنه راح احترف واخد على الاغتراب، فهيكون مناسب جدا جدا وبروفايل كويس جدا 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 مع النادي الاهلي. لك ان تتخيل ارقام اللاعب عامله ازاي وهو لسه اصلا الموسم بادئ مع فريقه اللي هو فيبورج الدنماركي. 12 مباراه مساهم بس في 14 هدف، ودي طبعا نسبه كبيره جدا جدا. لاعب بصير كويس جدا، مسدد كويس جدا، عرضياته متقنه بنسبه مليون في الميه. فاتمنى سرعه التعاقد مع سيرجينو بيريرا. بس خلاص لحد هنا ده نهاية الفيديو بتاعنا، لكن ما تنساش اللايك الجميل عشان طبعا يوصل الفيديو للغلابة اللي شبهنا. ولو حابب ان انت تتابع القناة وترجع مرة تانية، يبقى اكيد مش هتنسى تحط اللايك بصباعك الجميل، وتبدأ ان انت تعمل لنا مشاركة للفيديو، وكمان تعمل متابعة وتفعل جرس الاشعارات. دمتم في حفظ الله ورعايته، وعلى امل نتجدد لقائنا وفيديو جديد وترشيح جديد او خبر جديد على النادي الاهلي. وسلام.